ذات يوما في القصص التي لم تروى بعد، تلك التي تختبئ في زوايا التاريخ وفي تفاصيل الحياة اليومية، حيث تكتب على يد من لا يسعون للظهور بل للمساهمة في التغيير. بيننا هناك نساء تونسيات لا يقتصر دورهن على التواجد، بل يبدعن، يقاومن ويناضلن لأجل غد أفضل. هن اللاتي لا يكتفين بكلمات منمقة، بل يصنعن الواقع بأيديهن ويكتبن التاريخ بأفعالهن. ومن بين هذه القصص هناك قصص تستحق أن تسمع، لأن كل واحدة منهن هي جزء من صوت هذا الوطن. مرحبا بكم في بودكاست صوت تونس، حيث نروي لكم قصصا حقيقية لنساء تونسيات شكلن ولا زلن يشكلن علامات فارقة في مسيرتنا الجماعية. سنكتشف معا من هن وما الذي قدمنه لتونس، وكيف يستمر صوتهن في إلهامنا اليوم. معكم هنا ترابلسي، وأدعوكم للانطلاق معنا في رحلة من التحدي والإصرار. واليوم نحكي قصة استثنائية، قصة امرأة ولدت لتكون صوتا، وصوته هذا ما زال يصدح رغم رحيلها. إنها لينا بن مهني، الشابة التونسية التي حملت راية الكلمة الحرة حتى عندما خانها جسدها، وصل قلبها وروحها نضالا لم يعرف الانكسار. كانت لينا مجرد فتاة تونسية عادية، لولا أن القدر كان يخبئ لها دورا عظيما. ولدت عام 1983 في تونس، وعلى الرغم من إصابتها بمرض مزمن في الكلى منذ صغرها، قررت ألا تكون حياتها مقيدة بأوجاع جسدها. اختارت أن تكون مرآة حقيقية لما يحدث حولها. وفي عام 2008 كانت تونس على شفا تحولات كبيرة، وبينما كان العالم يتجه نحو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أدركت لينا أن هذه المنصات ستكون سلاحاً قوياً في يد الشعب التونسي من أجل التعبير عن نفسه. ومن هنا بدأت لينا بن مهني في استخدام الإنترنت لتوثيق الانتهاكات والاعتداءات على حقوق الإنسان، خاصة تلك التي كانت تحدث تحت ظل حكم بن علي. دخلت لي مع عالم الإنترنت وبدأت تكتب عبر مدونتها بنية تونسية. كانت كلماتها قوية منطلقة بلا قيود أو رقابة. تحدثت بجرأة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكشفت للعالم عن الأحداث التي لم يرغب النظام أن تعرف. ومع انطلاق الثورة التونسية عام 2011 كانت لينا واحدة من الأصوات الأشد صدى، تنقل بين الاحتجاجات، تنقل الأخبار للعالم بصدق، كأنها كانت عدسة توثق نبض الشعب وتطلعاته. ومع كل مقال، مع كل صورة، كانت لينا تواجه ضغوطا وتهديدات. لم تكن فقط تعاني من مرضها، بل أيضا من نظام لم يرغب في أن يفضح. كانت تتلقى جلسات علاج الكلى بانتظام، لكنها لم تتوقف لحظة واحدة عن الكتابة. كانت تحارب على جبهتين، جبهة مرضها وجبهة النظام الذي يطاردها. ورغم كل هذا لم يظهر في صوتها خوف، لم تنكسر روحها. في لحظاتها الصعبة عندما كانت تنتظر العلاج في المستشفى، لم يكن فكرها منشغلا بجسدها الواهن، بل كان يستعد لمعارك جديدة من أجل حقوق التونسيين. كانت تردد دائما: حتى لو مت كلمتي باشتقت حية. وظلت كلماتها حية. لقد كانت رحلتها نضالا لا يتوقف. وفي عام 2020 خسرت لينا معركتها الأخيرة مع المعرض، لكن ذكرها ظلت حية في قلوب كل من سمع صوتها. تلك المرأة التي جعلت الكلمة سلاحا، وأثبتت أن الحرية لا تمنح بل تنتزع. لينا بن مهني لم ترحل، فقد تركت لنا إرثا من الشجاعة والقوة. تركت لنا نموذجا نحاكيه ونستلهم منه. في كل قصة ننقلها وفي كل نضال نخوضه هناك جزء من لينا يكمل رسالتها التي لم تمت. إن قصتها تذكرنا جميعا بأن التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب شجاعة، صبرا وإيمانا عميقا بقضية أكبر. وهذا ما جعل من لينا بن مهني نموذجا للتغيير، للثورة وللكرامة الإنسانية. تنتهي قصتنا لليوم بفخر وأمل كبير بلينا بن مهني وبتاريخها الحقوقي، وتبدأ قصص جديدة في الحلقات القادمة. سنكتشف معا المزيد من النساء اللواتي كانت لهن بصمة لا تنسى،
شكرا للمستمعين على دعمكم للبودكاست. لا تنسوا مشاركته مع كل امرأة رأيتم فيها لينا بالمهني. إن كانت لديكم أي مقترحات حول قصص نساء كانوا أو لازالوا جزءا من التاريخ، من الصمود ومن التحدي، نرجو مشاركتها معنا. للقاء.